وبس يا كانفاوية، خلصنا التصميم بتاع المنيو بتاع الفيديو بتاع النهارده، وزي ما وعدتك في اول الفيديو النتيجة هتبقى اكتر واحسن من اللي انت كنت متوقعها. احنا كده بعد ما خلصنا المنيو بتاعنا، تعال اقول لكم ازاي نحفظه علشان يبقى جاهز للطباعة. السلام عليكم، ازيكم يا كانفاوية؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد، يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وسلامة. الفيديو بتاع النهاردة من اكتر الفيديوهات اللي انا متحمس لها، اقسم بالله. فاتوقع مني هتشوفوا عظمة في الفيديو بتاع النهاردة، وهتستفادوا بدل 100% 105 و10% كمان. عاوزك كده تركز معايا وتقوم تخلص اللي وراك، لو لسه ما صليتش الظهر او العصر او المغرب على حسب ما بتشوف الفيديو، قوم صلي وخلص اللي وراك وتعالى اتفرج عليا. انا مش هطير، انا كده كده معاك على طول وقت، وباذن الله مش همسح اي فيديو ينزل على القناه. فعاوزك تركز معايا في الفيديو بتاع النهارده. هنعتبر اللي احنا بنعمل تحفه فنيه، لان الفيديو بتاع النهارده من ضمن الفيديوهات في كورس الطباعه. وشغل الطباعه يا جدعان لازم تحس انك بتعمل تحفه فنيه، مش مجرد جايب صور ولزق وحاطط كده كده كده، لا. انا عايزك كده تاخد الحاجه بذوق، خلي عندك ذوق عالي. حاول على قد ما تقدر تحس انك انت العميل، يعني اعتبر نفسك انت صاحب المطعم او المكان، وانت اللي بتعمل المنيو لنفسك. تخيل انت لما تعمل الحاجه لنفسك ذوقك هيبقى عامل ازاي. فانا عاوزك كده تركز وتعمل حاجه بذوق، بلاش انك تجيب حاجه كده كده وخلاص وتحط، لا. عاوزك تركز في الالوان وفي الخطوط، تستخدم الخط ده وتستخدم الخط ده واللون ده والصوره دي كده، يعني بلاش اي حاجه وخلاص حط، لا. عايزك على قد ما تقدر تخلي بالك معايا في الفيديو بتاع النهارده. وقبل ما نبدا زي ما انتم متعودين لازم نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ولو ما عملتش لايك واشتركت في القناه، اشترك في القناه علشان ده بيشجعني وهيخليني استمر في كورس تعلم كانفا من الصفر. باذن الله مش هخلي لكم حاجه غير وانا اشرحها من الصفر، وهتقولوا انا ازاي عملت كده. يعني انت هتشوف كل حاجه لما تخلصها هتقول ازاي انا عملت كده، يعني من كتر حلاوه الحاجه اللي هتعملها هتقول ما شاء الله. فانا من غير كلام كتير، انا بحس ان انا بتكلم كتير بس عشان اشجعكم شويه كده ونتحمس، ناخد الفيديو بحماس، ما نبقاش قاعدين زهقانين ونقول كانفا وحش وكانفا مش عارف ايه. عاوزك تسمي بالله وتتوكل على الله، ونبدا معانا في الفيديو بتاع النهارده ونشوف العظمه بتاع النهارده. يلا بينا. اول حاجه زي ما احنا متعودين لازم 3 برامج يكونوا جاهزين عندك في التليفون قبل اي تصميم تبدا، ولازم يكونوا موجودين عندك. طبعا اول حاجه كانفا اساسي لازم عشان نشتغل عليه. تاني حاجه شات جي بي تي، نزل البرنامج عندك على التليفون عشان تحتاجه جامد. تالت برنامج معانا بنترست، علشان زي ما اتفقنا هنعمل عليه تغذية بصرية قبل اي تصميم او اي حاجة نعملها. فيلا بينا نبدأ في الفيديو بتاع النهاردة، وما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو. بس حابب اوريكم حاجة كده على السريع، والله العظيم يا جماعة انا اللي بيأخرني زي ما قلت لكم النت. تاني حاجة التليفون زي ما انتم شايفين المساحة 253 جيجا من 256، وانا بصور وبصمم كله على التليفون. فادعوا لي ربنا يعيني واقدر اساعدكم وافيدكم على قد ما اقدر. والله انا بعمل اللي اقدر عليه. فيلا بينا، مش عاوز احسسكم انكم السبب في كل حاجه، لا والله انا بعمل حاجه وانا حابب كده وحابب اساعدكم بكل كلمه عندي. اقسم بالله انا برتاح بفرح لما الاقي حد استفاد من حاجه انا السبب فيها. فيلا بينا نخش في الفيديو بتاع النهارده. هنروح داخلين على بنترست. اول حاجه هنعملها تغذيه بصريه زي ما اتفقنا، وتكتب في البحث ايه؟ اكتب منيو طعام. ماشي، اعمل زي ما انا كتبت كده بالظبط. هتلاقي جاب لك حاجات زي اللي انت شايفها كده. اقعد اتفرج كتير. حاجه مثلا زي دي، شوف عامله ازاي. تنزل تحت هتلاقي في حاجات جات لك زي كده. ممكن تنزل الصور دي تنزلها عشان تحطها على التليفون عندك وتعمل منها تغذيه بصريه. تنزل مثلا احنا في الفيديو بتاع النهارده هنعمل منيو من 3 صفحات، فاحنا ننزل المنيو ده عشان من 3 صفحات. واقول لك المقاسات ازاي نجيب المقاسات وكل حاجه هنعرفها في الفيديو بتاع النهارده، ما تقلقش انا هخليك 100 100. والله انت لما تعرف حاجه في البرنامج خالص هظبطك النهارده وهخليك تعمل منيو 100%. الواد ده اكتشاف. تمام. فاحنا بعد ما نعمل تغذيه بصريه، والله العظيم انا مش بكون مجهز اي حاجه. يعني انا بعمل برضو تغذيه بصريه، لكن انا مش بكون مجهز اي حاجه علشان ابدا من الصفر معاكم واعتبر نفسي لسه مبتدئ. تمام. فبعد ما انت عملت تغذيه بصريه يا معلم، احنا ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل منيو للمشويات والفراخ والاسماك. يعني هنعمل منيو فيه كذا اصناف وكده، اي اصناف وخلاص تعليمي. بعد كده لو ربنا رزقك مطعم مثلا اسماك، مطعم برجر، مطعم مش عارف بيتزا، انت بقى تروح ضيف الاصناف والحاجات بتاعتك. تمام. فاحنا هندخل لشات جي بي تي هنقول له ايه بقى؟ هنقول له عايزين مقاس منيو. تمام. وتروح بعت له زي ما انا كاتب كده بالظبط. هتلاقي كتب لك اختار المقاس مش عارف ايه 21 مش عارف ايه، اللي هو اي 4 بس بالعرض. اي 4 زي ما اتفقنا اللي هو 21 في 29 7 من 10، ده بيكون عمودي. فاحنا نروح داخلين على كانفا ونعمل نفس المقاس بس بالعرض. هوريكم ازاي.
دوس تخصيص الحجم. اول ما تدخل على كانفا هتلاقي في كلمة انشاء تحت، انزل كده ممكن تلاقي المقاسات كلها في البحث زي ما اتفقنا. لو انت مش عارف الاساسيات هتلاقي فيديو على القناة شرح الاساسيات كلها. هتروح داخل على تخصيص الحجم، تروح مختار الوحدات. اهم حاجة يا جماعة في الطباعة تختار الوحدات دي بالسنتيمتر، الطباعة نختارها بالسنتيمتر، الطباعة نختارها بالسنتيمتر. اكتبها في ورقة او اكتبها في التليفون عندك عشان ما تنساهاش. تمام. المفروض زي ما اتفقنا الورقة الاي 4 بيكون 21 عرض في 29.7 طول، فاحنا هنبدل يعني هنخلي العرض 29.7 في الطول 21 سم. تمام. ونروح ضايفين ايه ابتكار تصميم جديد، هتلاقيه فتح لك عندك المقاس اللي انت شايفه ده بالظبط. فهنعمل ايه بقى؟ هنرجع تاني للشات جي بي تي، هنقول له عايزين، تقول له عايز تلات الوان او لونين للمنيو. ماشي. اكتب او لونين للمنيو مطعم فراخ او مشويات، هتلاقي قالك الاسود والبرتقالي، او ممكن يقولك الاحمر والابيض. انا بحب الاحمر قوي والاصفر كمان، فاحنا نختار الاحمر ده. خد الكود ده نسخ كده، وهنختار الاصفر ده. ماشي. وروح راجعين لكانفا. المفروض المنيو زي ما اتفقنا هيبقى 3 صفحات، فاحنا المفروض نقسم التصميم بتاعنا ل3 صفحات. هنقسمه ازاي يا كانفاوي او يا اشرف؟ هنقسم اشرف اللي لسه ما خدش باله. هنقسم التصميم بتاعنا ل3 صفحات ازاي؟ تروح داخل على عناصر، هتلاقي في كلمة اشكال تحت هنا، او تكتب في البحث مربع او مستطيل عادي، اكتب مربع. تمام. هتلاقي جاب لك اشكال اللي هي فوق دي، اختار الشكل ده مثلا. تمام. نخلي اللون الاحمر او البرتقاني اللي احنا لسه جايبينه، اختار اللون ده مثلا، اللون مثلا الاحمر ده. تمام. كبره كده وحطه في الجنب ده. المفروض نعمل 3 صفحات في نفس الحجم. انا هعمل تكرار مثلا كده، خلي اللون مثلا مثلا ايه، خلي اللون مثلا اي لون، بس خليه مثلا الاصفر التاني اللي احنا لسه جايبينه، مثلا الاصفر ده. تمام. ونحطه هنا مثلا. المفروض ال3 صفحات يبقى قد بعض بالظبط، فانت تحاول تظبطها. يعني خلي ال3 مقاسات دول قد بعض، يعني مثلا تقريبا بالشكلين كده بالنظر ال3 دلوقتي قد بعض. تمام. المفروض دلوقتي هنا هنعمل قسم اول صفحة، وهنا في المكان الابيض صفحة تانية، وهنا في المكان الاصفر صفحة تالتة. تمام. فاحنا كده بعد ما قسمنا الصفحات تروح داخل على العناصر، كتب في البحث ايه خط، اكتب خط. ماشي. هتلاقي جاب لك خط اسود زي كده، نحطه فين في الحدود دي، حطه كده واعمل تكرار، حطه في الجنب ده. ماشي. وامسح المربع الاصفر وامسح المربع الاحمر. المفروض بقى هنا نشتغل اللوجو في الجنب الشمال، نحط اللوجو والاسم وارقام التواصل والعنوان وكده، او في النص او الصفحة التالتة اللي هي التالت واحدة، يعني انت اختار اللي يعجبك، او ممكن نحطه تحت خالص. فاحنا مثلا هتروح داخل على العناصر، مخلي الاول الخلفية خليها مثلا ابيض زي ما هي، ادخل على العناصر، اكتب في البحث اشكال، اكتب اشكال زي ما انا كاتب بالظبط. تمام. هتلاقي جاب لك حاجات زي اللي انت شايفها دي، او ممكن تروح داخل على تصميم الجرافيك هنختارها دلوقتي. انا مثلا اخترت الشكل اللي هو ده، شايفينه؟ هتروح عامل له انعكاس كده. بعدين مثلا نخلي اللون احمر، الاحمر اللي احنا لسه جايبينه دلوقتي، اكتب الكود هنا اللي هو الاحمر ده، بس احنا ممكن نخليه احمر غامق شويه كده. تمام. كبره كده، كبر كبر كبر، ونحطه بالشكل اللي انت شايفه ده. المفروض تحت بقى انا اخترت بعد ما عملت تغذية بصرية في الجنب اللي تحت ده خالص هكتب الارقام والعنوان وكده. ماشي. هنختار في الجنب اليمين او الصفحة اليمين هنحط اللوجو بتاع المطعم والاسم المطعم وكده. فانا هروح داخل على العناصر، نجيب اي لوجو وهمي وخلاص، اكتب لوجو مطعم، اي لوجو. طبعا صاحب المطعم هو هيطلب منك تعمل اللوجو بنفسك، او هيبعت لك اللوجو بتاع المطعم تستخدمه. ماشي. فبالشكل اللي انتوا شايفينه مثلا انا اخترت الشكل ده، شكل الراجل الشيف وكده. تمام. بعد ما اخترنا اللوجو ده مثلا هتروح داخل على النص، اختار اضافة عنوان، واكتب مثلا اسم المطعم كانفاوي مثلا، اي اسم وخلاص. ماشي. بعدين اختار الخط ده كده حطه تحت اللوجو بتاعك، وخش على الخط، ارفع السهم لفوق. المفروض تدور على خط كويس اللي هو مثلا الخط ده اسمه ايه بقى، بنستخدم على طول في اي بي، خده سكرين وبعدين ابحث عليه. تمام. بعدين نخلي اللون اصفر، اصفر اللي هو انه الاصفر اللي هو في اللوجو،
هتجيب ازاي اللون الاصفر؟ تدوس على اللون كده، تدوس على اللون كده، بعدين تختار العلامة اللي على اليمين خالص، بعدين هتلاقي فيه قلم على الشمال تحت خالص، دوس عليه شدها كده على اللون الاصفر، فبقى بالشكل ده. شوفوا، ادخل على التأثير، اختار اي شكل من ده، مثلا الشكل مثلا ده، وخلي اللون ده احمر. ممكن تشده كده مثلا، نسيبه كده وخلاص. تمام، فبقى بالشكل الجميل اللي انت شوفه ده. نبدأ بقى في الصفحة التانية من المنيو. المفروض هنا في الصفحة التانية مثلا هيبقى القسم بتاع ايه؟ المشويات، المشويات اللي هي الفراخ وكده. فتروح داخل على عناصر، نكتب ايه؟ اكتب عناصر، وادخل كده قلب في الحاجات اللي هي تصميم الجرافيك، دوس عرض الكل. المفروض نجيب دلوقتي ايه؟ شريط اللي هو هنكتب عليه، اوريكم دلوقتي اول ما تشوفوا الشكل. شريط مثلا زي الشريط ده كده، ونكتب عليه كلمة مشويات مثلا، اي شريط زي كده. انا هشوف حاجة احسن من كده شوية. ادخل على العناصر ودوس عرض الكل كده، هتلاقي في حاجات ظهرت لك زي اللي انت شايفها دي. فانا مثلا هتقلب في الحاجات دي، قلب 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 لحد ما تلاقي حاجة تعجبك. انا مثلا عجبتني الشكل ده مثلا، فتروح مصغره كده شوية وحطه فوق هنا في الصفحة التانية. خلي اللون الازرق احمر، وخلي اللون الازرق التاني اصفر، بقى بالشكل ده. تمام، ونعمل تكرار تاني علشان نحطه في الصفحة التالتة، اللي هو مثلا بتاع البيتزا او البرجر، وتخليه على قصده كده. ماشي. المفروض هنا هنكتب الوجبات، وهنكتب على قصادها الاسعار. فازاي نجيب مثلا وجبات وهمية وكده علشان نكمل التصميم بتاعنا؟ هتروح داخل على شات جي بي تي، قول له عايز اسماء 10 اصناف مشويات باسعار وهمية. تمام، وتروح باعت له كده. هتلاقي كتب لك اسامي مشويات زي اللي انت شايفها كده. نروح واخدها مثلا كباب مشوي بلدي، ناخده كده نسخ، وروح داخلين على كانفا تاني، ندخل على النص، نكتب اضافة عنوان، نكتب كباب مشوي، نختار فونت كويس عشان نشتغل بيه. ادخل على الخط، ارفع السهم لفوق، دوس عرض الكل، ركز في الفونت اللي انا هستخدمه عشان كويس اهو، اسمه تي اس صفاء. الخط ده بحب استخدمه جامد قوي، خاصة في المنيو والحاجات دي. ماشي. بعدين خلي اللون مثلا احمر، احمر، وتصغر كده، تخليه بالشكل ده، وحطه فوق. سيب مسافة بينه وبين كلمة مشويات اللي هنكتبها فوق. تمام، دوس تكرار 10 مرات تحت بعض علشان نحط بقى الأصناف. بص بالشكل، دوس تكرار وهو بينزل، عارف مكان، خلاص هينزل يتكرر لوحده كده 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 كده. بعد ما خليت نفس المسافة بين الكلام كله، المفروض دلوقتي هدخل من شات جي بي تي وهجيب باقي الوصفات. تدخل كده تاخد كفتة مشوية على الفحم، نسخ، هكتب باقي الأصناف كلها. يعني أول حاجة كان كباب مشوي، ماشي، اكتب كفتة، وخلي البداية نفس البداية اللي فوقيه بالظبط، وهقول لك تعمل ايه بعد كده. خش تاني على شات جي بي تي، هات ريش ضاني مشوي. فزي ما انتوا شايفين كده كان فوهي، انا ضفت كل الوجبات بتاعتنا. المفروض نكتب قدامها بقى الاسعار. نضيف الاسعار ازاي؟ تدخل على عناصر، نختار ممكن شكل من الاشكال دي ونخليه عمودي. يعني مثلا هختار مثلا الشكل ده مثلا. تمام، هتلاقي اللون ابيض، نخلي اللون مثلا اصفر او احمر مثلا. نخليه نجرب اصفر ونجرب احمر. لو خلينا اصفر تخليه على قصاد الوجبات بالظبط بالشكل ده. صغر شوية، تقدر تخليه كده او تخليه احمر. يعني لو جربنا خليناه احمر عادي، الاتنين حلوين على فكرة. انا مثلا اخليه اصفر، انا اخليه احمر، واكتب الاسعار فيه باللون الاصفر. هنجيب كل سعر وجبة من الوجبات دي. طبعا العميل او المطعم بيبعت لك الاسعار بتاع الوجبات، يعني مش هتجيب الوجبات من شات جي بي تي لما عميل يكلمك، لا، هو بيبعت لك ورقة كده مكتوب فيها الاسماء بتاع الوجبات والاسعار بتاعتها. تمام، فانا هجيب الاسعار اللي شات جي بي تي قال لنا عليها. كباب مشوي 160 جنيه، وناخدها نسخ، ونروح راجعين لكانفا، ندوس تكرار لكلمة كباب مشوي، نخلي اللون اصفر او ابيض عادي. يعني لو جربنا اصفر مع الاحمر كويس، لو خلونا ابيض مثلا كويس برضو. تمام، نكتب 150، ممكن نسيب حرف الجيم بس. ماشي. نكبر بس الشكل ده شوية علشان يبقى الاسعار باينة فيه. تمام، بعد ما كتبنا السعر، صغر كده شوية،
حطه على قصاد الوجبة بالظبط. يعني شوف كباب مشوي 160 جنيه. انا هضيف باقي الوجبات بنفس الطريقة الاسعار بتاع الوجبات وارجع لكم تاني. ضيف تكرار كده للسعر علشان تجيب السعر من ChatGPT على طول وتكتب السعر على طول. وبعد ما كتبنا اسعار الوجبات يا كانفاوية كده، كتبنا اسعار الوجبات والاسعار بتاعتها. خلي كل سعر على قصاد الحاجة بالظبط، اتأكد من الحركة دي علشان ما يبقاش في اي غلطة في الاسعار وكده. تمام. المفروض بقى دلوقتي نكتب فوق هنا مشويات. نجيب كلمة كانفا من هنا نعملها تكرار ونكتب فيها المشويات. المشويات ونصغرها كده. بصوا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. خلي اللون مثلا ابيض. جربوا الالوان شوفوا المناسب ايه. انا مثلا ابيض او اصفر عادي، يعني بصوا الاتنين حلوين. انا هخليها ابيض. ماشي. واعملوا تكرار. اعملوا مثلا البيتزا. اكتبوا قسم البيتزا. ماشي. واعملوا هنا قسم المشويات او سيبوها المشويات بس. تمام. فقبل ما نضيف قسم البيتزا وكده ونضيف الوجبات والاسعار وكده، هتروح داخل على عناصر او بنترست. عادي انت ممكن تدخل على عناصر تجيب صورة مشويات او تجيب من على بنترست. انا ادخل على بنترست وتروح كاتب مشويات او فراخ مشوية اللي يعجبك انت. اكتب مثلا فراخ مشوية. تمام. هتلاقي جاب لك صور زي كده. ادخل مثلا على الفرخة دي علشان يقترح عليك صور تانية. هتلاقي اقترح عليك صور زي اللي انت شايفها قدامك دي بالظبط. نختار صورة كده شكلها جميل ننزلها وخلاص. دوس تنزل الصورة كده وارجع على كانفا واختار الصورة من المعرض اللي انت لسه منزلها. بعد ما اخترتها خش على مزيل الخلفيات علشان يشيل لك الخلفية بتاعت الصورة. تمام. هتلاقي يشيل لك الخلفية بقت بالشكل الجميل اللي انت شايفه قدامك كده. كده المشويات تحتها صورة فرخة فيها مشويات وكده. تمام. ممكن تجيب صورة احسن من كده كمان من العناصر. يعني دور وخد وقتك خالص في التصميم ما تستعجلش. عاوزين نعمل لها ظل او ادخل مثلا على عناصر دوس ظل. ممكن الفيديو ده يبقى طويل شوية بس عشان نعرف كل حاجة بالتفصيل بالظبط. تمام. بعد ما اخترنا الشكل ده ندخل على الطبقات ونخليه تحت صورة الفرخة. بقت بالشكل ده. تمام. تعال ندخل بقى على قسم البيتزا بنفس الطريقة اللي جبنا اسماء الوجبات والاسعار من ChatGPT. هندخل على ChatGPT ونقول له عايزين مثلا كام، مثلا 15 صنف بيتزا بالاسعار. بيتزا بالاسعار. كاتب كلمة بالأسعار غلط بس هو يفهمني. تمام. كتب لك أسماء بيتزا مارجريتا وبيتزا خضرا وبيتزا مشروم وبيتزا سجق مش عارف ايه. تاخد ده كله نسخ وترجع برضو الكانفا. هوريك طريقة هتسهل عليك جامد. شايف انت الوجبات اللي كتبتها في قسم المشويات؟ اختار مثلا واحدة من دي وادخل على الطبقات واختار تحديد واختار كل الوجبات مع بعض وجمعهم في حاجة واحدة بس كده. دوس كلهم عليهم مرة واحدة كده. بعدين دوس تجميع. بص اتجمعوا بقى واحدة بس. ماشي. رجعها مكانها تاني. دوس تكرار وهاتهم في الجنب ده تحت البيتزا. ماشي. واعمل تفكيك عنصر او تفكيك العناصر وكررهم تحت تاني شوية علشان نضيف باقي الوجبات اللي هنجيبها من ChatGPT للبيتزا. تعالوا نجيب الوجبات من ChatGPT بتاع البيتزا وكده ونضيفها هنا بالظبط. تعالوا هنعمل الخطوة دي بسرعة علشان الفيديو ما يكونش طويل. انتوا اكيد فهمتوني من الخطوة اللي كانت هنا. تمام. هنجيب الوجبات على طول من ChatGPT وارجع لكم تاني. تمام يا كانفوية. بعد ما ضفت اسماء الوجبات هناخد الشريط الاحمر ده من هنا اللي احنا كاتبين عليه الاسعار ونخليه على قصاد برضو البيتزا بالظبط. كبره شويه كده. ممكن تخلي اللون اصفر. يعني هي اذواق زي ما قلت لكم كده في اول فيديو. اذواق. بص مثلا لو عملت ده اصفر يبقى هنا احمر وهنا اصفر. انا هخليه اصفر مثلا. وبنفس الطريقه اللي جبنا الاسعار من ChatGPT في المشويات هات اسعار البيتزا وضيفها هنا علشان الفيديو ما يبقاش طويل. هجيبها برضو اضيفها وارجع لكم تاني. تمام يا كانفوية. بعد ما ضفت الاسعار بتاع البيتزا وكده بنفس الطريقه اللي جبنا منها صوره المشويات المفروض دلوقتي نجيب صوره بيتزا. ندخل على العناصر بتاع كانفا نجرب نجيبها من هنا مثلا ونكتب في البحث بيتزا. هات اي صوره بيتزا وخلاص. المهم حاجه يعني معبره عن القسم اللي انت كاتبه. برجر تجيب صوره برجر. مش عارف ايه تجيب صوره ايه. انا مثلا ظهرت حاجات جميله زي اللي انت شايفها دي.
والله حاجات يعني جوعتني بصراحة. واختار مثلا صورة البيتزا الجميلة اللي انت شايفها قدامك دي، صغرها شوية كده، ايوه، وتحطها مثلا في الحتة دي. واقول لك حاجة برضو مهمة تخلي بالك منها في الطباعة، بس بعد ما اخلص التصميم وكده. تمام، كده احنا خلصنا قسم المشويات وقسم البيتزا. شايف انت الخطوط السوداء اللي احنا كنا ضايفينها في الاول؟ دوس عليها كده، امسحها، وامسح التاني. تمام. احنا كده المفروض دلوقتي هنكتب هنا العنوان والارقام بتاع التواصل، فهنروح ضايفين دي تكرار كده، خلي اللون مثلا ابيض، ماشي. اكتب العنوان مثلا اول الفيوم الجديدة، تكتب عنوان المطعم هيقولك عليه طبعا، اول الفيوم الجديدة مصر مثلا يعني، ماشي. صغره كده، ممكن تسيبه كبير على فكرة يبقى شكله جميل، بس احنا هنصغره، عاوزين التركيز يبقى على اسم المطعم. حطه كده، صغر شوية. بعدين هاته كده، خليه بعيد الاطراف، وانا اقول لك دلوقتي حاجة لازم تخلي بالك منها. دوس تكرار، اكتب اول رقم للمطعم، وهتلاقي اكيد في رقم تاني تكتبه، انا هكتب مثلا رقمي، ماشي. خلي كل حاجة متناسقة، يعني خلي البدايات نفسها، ماشي. اعمل تكرار، هتكتب الرقم التاني من المطعم، تمام. خليهم بعاد عن بعض بس شوية كده. ادخل على عناصر، اكتب ايقونة لوكيشن، اللي هو العلامة بتاع الموقع وكده، ايقونة لوكيشن. هتلاقي في حاجات ظهرت زي كده قدامك، اختار اي واحدة من دول، خلي اللون مثلا اصفر. زي ما قلت لك يا جماعة، اهتموا بالالوان، بلاش الوان كتير في التصميم. بص انا مستخدم احمر واصفر وابيض بس، ماشي. هتبعد عن الاطراف بس شويه كده، واقول لك هتجيبها بعيد عن الاطراف ليه، بس شويه كده، ثواني بس نخلص التصميم بتاعنا اهم حاجه. ونجيب العنوان كده، نحطه كده. بعدين ندخل على عناصر، هات ايقونه التليفون اهي جات لك قدامك، خلي اللون برضو اصفر. هيبقى فيه رقم اكيد للفون، ورقم للكل كده، ورقم تاني للواتس، هيديك الاتنين طبعا. هتروح انت تضيفهم في المنيو بتاعك. نعمل دي تكرار كده على الرقم، هتعرف صدق. تمام، زي ما انتوا شايفين يا كنفوية، احنا كده خلصنا 90% من المنيو بتاعنا. هتقولي طب ناقصنا ايه تاني؟ هقول لك دلوقتي ناقصنا ايه. ناقصنا اول حاجة، نسينا نحط ظل للبيتزا دي. انتوا لو مركزين معايا كنت هتعرفوا وتفكروني، بس انتوا مش مركزين. انا احاول اصبر نفسي بس احاول اصبر نفسي. ركزوا معايا بقى. نختار مثلا توهج ده مثلا، ونخلي الحجم مش عارف ايه، والكثافة نعليها شوية، تمام، ونكبرها تاني، بقت بالشكل ده، تمام. المفروض دلوقتي ممكن نكتب جملة تحت، نكتب مثلا ايه، اعمل تكرار مثلا الفونت الابيض، خلي اللون ابيض زي ما هو. اكتب المكان المناسب ليك ولعيلتك، اي جملة وخلاص. يعني انا ما كنتش عامل حساب الجملة دي، بس انا كتبت اي حاجة وخلاص، ولعيلتك، تمام. ممكن نخلي اللون اصفر، خلي اللون ابيض او اصفر مثلا، جرب الاتنين. لو خلينا اصفر يبقى اعمل كده، ماشي. ونعمل مثلا ندخل على العناصر، نجيب حاجة كده نضيفها للجملة دي علشان تخلي شكلها حلو. نختار مثلا الشكل ده، تمام. خلي اللون أبيض، صغرها شوية كده، تمام يا كنفوية. الحاجة اللي أنا كنت بقول لكم خلوا الكلام والصور أي حاجة في التصميم خلوها بعيد على الأطراف. شايفين انتوا الأطراف دي؟ ما تحطوش أي حاجة جنبها خالص. شايفين أنا سايب مسافة بين الكلام والأطراف ليه بقى؟ لأن بعد كده المنيو ده لما يطبع هيقصوا الأطراف، في أطراف بتتقص، فاحنا لازم نسيب مسافة بين كل حاجة في التصميم والأطراف. شايفين الأطراف اللي هي تحت؟ لازم تسيبوا المسافة دي علشان ما يقصش حاجة. ممكن تروح ضايف الاسعار يعني وكده جنب الاطراف، تلاقي المنيو بعد ما اتطبع الاسعار مش باينه منه، مقصوص منها حتت زي كده. شايفين؟ فده قصد، فلازم تخلي بالكم من الاطراف، تمام. احنا كده بعد ما خلصنا المنيو بتاعنا، يا رب تكونوا استفدتوا. تعالوا اقول لكم ازاي نحفظه علشان يبقى جاهز للطباعه، وبعدين نحطه على الموك اب علشان نشوف شكله هيبقى عامل ازاي، تمام. شايفين انتوا السهم اللي فوق؟ دوس على السهم كده، بعدين دوس تنزيل، بعدين هتلاقي نوع الملف، اختار بي دي اف للطباعه،
تمام. هتلاقي تحت خالص الملف التعريفي للون، اختار CMYK. CMYK ده للطباعة. تمام. بعدين دوس تنزيل يا معلم. بعد ما نزل عندنا هننزلها صورة PNG علشان نحطها على الموك اب. نختار PNG. تمام. بعد ما نزلت هسيب لك موقع في الكومنتات اللي احنا بنستخدمه. بعد ما تدخل على الموقع اللي انا سيبه لك في الكومنتات، لو عاوز تخلي الصورة او الصفحة كبيرة كده، دوس على الثلاث نقط اللي فوق واختار موقع مصمم كمبيوتر اللي هي على الشمال واختارها صح. تمام. هتلاقي في حاجة اسمها نموذج مجلد مفتوح جزئيا، دوس عليه كده. هتلاقي جاب لك حاجات تحت، انزل تحت كده هتلاقي في منيو زي اللي انت شايفه، دوس عليه كده. ماشي. المفروض دلوقتي في للصفحة الأولى نختار الصفحة الأولى، بعدين الصفحة التانية، بعدين الصفحة التالتة. احنا نختار التصميم بتاعنا، بس هنختار بصوا بالشكل ده عشان تفهموني أكتر. أعمل كل حاجة عشان تفهموني أكتر. فزي ما انت شايف هتلاقي عمل لك موك اب للتصميم اللي احنا لسه عاملينه. دوس تنزل الصورة وتعالوا نشوفوا شكله عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين التصميم ما خدش منا تقريبا نص ساعة بالكتير. عملنا تصميم منيو جميل زي اللي انتوا شايفينه ده بالظبط. وبس يا كانفاوية، خلصنا التصميم بتاع المنيو بتاع الفيديو بتاع النهارده. وزي ما وعدتك في اول الفيديو النتيجة هتبقى اكتر واحسن من اللي انت كنت متوقعها. وبس يا كانفاوية، الصعب في كده تخيل انت عملت منيو في اقل وقت ممكن من غير ما تتوقع انك هتقدر تعمل كده. تخيل انت بقى في اليوم ده او بكره او بعده عملت منيو واثنين وثلاثة، دربت نفسك لما تحط ايدك في الحاجة ثلاثة ومرة واثنين وثلاثة واربعة، عقلك هيستوعب الحاجة دي اكتر. فزي ما قلت لك، عاوز بعد كل فيديو تخلص وتعمل حاجة بايدك مرة واثنين وثلاثة علشان دماغك دي تستوعبها. انت لما تعمل حاجة بايدك بتثبت اكتر في دماغك. وما تنساش تنزلها على جروب الكنفاوية على الفيس، واشوف وشكم في فيديو جديد. سلام.